وحوي وحوي رحت يا شعبان وحوينا الدار جيت يا رمضان وحوي وحوي هل هلالك وبدره بان شهر مبارك وبقاله زمان هل هلالك وبدره بان شهر مبارك وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان محلى نهارك بالخير مليان وحوي وحوي رحت يا شعبان وحوينا الدار جيت يا رمضان وحوي وحوي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير ويكون يومكم كله رزق وصحة وسعادة وبركة، وما تشوفوش فيه اي حاجة وحشة او اي حاجة تزعلكم بإذن الله. بصوا بقى، بما ان رمضان خلاص قرب واحنا خلاص اهو تاني يوم في شعبان، فانا جيت لكم النهاردة علشان اقولك على حبة حاجات في التنظيفات العميقة لو عملتيها والله والله هتريحك جدا على دخول رمضان. بما ايه فيهم بقى بقع المرتبة، السرير، تنجيد السرير، لو عندِك فيه حاجات كده بقى مش راضية تروح، تعالي أقول لِك على حبّة تريكات في التنضيف هتخلّي معاكِ الدنيا فُلّة، وفي نفس الوقت تساعدِك في التنضيفات العميقة، ما تخلّيكيش بقى إيه، اللي هو بتركّمي كل حاجة على نفسِك وفتحتِ فتحة على نفسِك كبيرة مش عارفة تلمّيها، لأ، تعالي أقول لِك تعملي إيه بالراحة كده واحدة، واحدة. بس أهم حاجة لو لسه ما صليتيش على النبي، يالّا كده كلنا نصلّي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا رب اللي نِفْسه في عُمرة يروح، واللي نِفْسه في حِج يعملها، واللي نِفْسه في ذُريّة ربنا يرزقه، واللي نِفْسه في كل حاجة ربنا يدّيه. بُصّوا، أول حاجة أنا باحب في التنضيفات لمّا آجي أنضّف الشقة كُلّها تنضيفات عميقة، أمسك مكان، مكان. يعني ما أقولش أنا هاعمل الشقة كُلّها في يومين، لأ، بامسك النهارده مثلًا أوضة، أخلّصها وأخلّص مثلًا تاني يوم أوضة تانية، اليوم اللي بعده أوضة تالتة، فاهمين؟ يعني ما باخدش الشقة كُلّها في يوم أو يومين، لأ، واحدة، واحدة. بالذات لو أنتِ مثلًا موظفة أو لو أنتِ عندِك أطفال صغيّرين، قسّميها حاجة، حاجة. طيب بابدأ بالأوضة دي، يعني أنا مثلًا أول حاجة بدأتها معاكم كانت أوضة النوم. بدأت إني أنا شِلت أول حاجة مفارش السرير والستارة مفارش التسريحة، كل ده حطيته في الغسالة علشان ما تراكميش عليكِ غسيل وتلاقي نفسِك كل يوم بتغسلي 3، 4 غسلات والغسالة ما بتوقفش، لأ، باعمل أوضة النهارده الحاجات اللي فيها اللي أنا شِلتها باغسلها، تمام، وحتى بتوفّري على نفسِك مجهود الهدوم الكتير اللي بتتبعتر في الشقة. وبعد كده باعمل إيه، بامسك اوعي تنفّضي فوق الدولاب والشباك لو هُم مليانين تراب. طَب أسيبهم يا دينا؟ لأ، تعملي إيه، هاتي فوطة مندية وابدئي فوق الدولاب امسحي كل التراب القديم أو اللي هو كتير. ده بيبدأ إن هو التراب أنتِ كده لمّيتيه وبينضف معاكِ، وفي نفس الوقت ما وزّعتيش التراب اللي هو بيبقى كتير فوق الدولاب ده على باقي الأوضة، دي حاجة بتريّحِك جدًا. طيب الشباك هاعمله إزاي، هاتي المكنسة بتاعتِك وابدئي إن أنتِ يعني اسحبي وشفّطي كل التراب منها، وبعد كده برضه بحتّة وابدئي إن أنتِ امسحيه لو هو ألمونتال، لو خشب هتقدري بقى ممكن تغسليه. دي من التريكات اللي بتقلل معاكِ التراب في المكان اللي بتنضفيه. طيب بُصّوا بقى، وأنا باعمل المرتبة لو أنتِ عندِك فيها بُقعة أو لو السرير عندِك متنجد وفيه بُقعة ومش راضية تنضف، أنا جرّبت قبل كده أعملها بمسحوق بس وما كانش بينضف معايا، ففي تركاية عملتها. بُصّوا فرحت أوي إن أنا عملتها والحمد لله كانت النتيجة بتاعتها تحفة. واللي كانت قايلة لي عليها ماما، كانت قالت لي: "لو في حاجة عندِك بُقعة مش راضية تروح، هاتي الصابونة بريحة ودعكيها كويس وسيبيها شوية، وبعد كده اغسليها، الصابون بريحة بينضف معاكِ." فأنا عملت كده، قُلت طب ما أنا ممكن أعملها في السرير. كان في بُقعة رغم إن أنا المرتبة دايمًا حاطة لها الcover، بس كان في بُقعة في المرتبة، وكان في السرير المتنجد عندي اللي هو سرير غرفة النوم، كنت حاسة إن أنا في أماكن مكان ما بنسند راسنا مصفرة شوية. مسكت بقى فوطة سخنة
مشيتها على السرير ومشيتها على المرتبة، على المكان اللي فيه البقعة، وجبت الصابونة بريحة وبدأت إني أنا أرغي المكان اللي فيه البقعة ده، وسبتها بقى 5 دقايق ولا حاجة. وبعد كده جبت اللي هو الجردل اللي كان فيه المية الجردل الأزرق، المَيّة دي كانت دافية، حطيت فيها سِنّة من بديل ديتول وسِنّة من بريكس ألوان، وبدأت بالليفة يعني أدعك كده مكان البقع، طلعت بكل سهولة. عايزة أقول لكم والله مجرد ما مشيت الليفة دي، الحاجة كانت بتطلع معايا في ثانية. وأنتِ خلّي عندِك الليفة اللي هي الخيش دي ومن جوّه بتبقى إسبونشة، دي اعملي بيها بقى أي حاجة عندِك، الرُكنة، السفرة، أي حاجة متنجدة بتنضّف معاكِ جدًا. بس بعد كده بدأت بقى إن أنا كنت خلاص مزعّفة الأوضة، وعملت فوق الدولاب، وعملت الشباك، بدأت إن أنا ألمّع كل الخشب، طبعًا بقى الكومود والدولاب والتسريحة والسرير طبعًا برضه، وكل حاجة نضّفتها، وفرشت بقى الملايات وهنا الستارة. خلّوا بالكم ماسورة الستارة بتبقى لامة برضه تراب كتير جدًا، فلمّا تيجي تشيلي الستارة تغسليها وترجعيها تاني، لمّعي الأول الماسورة كويس. وفرشت بقى هنا الأوضة خلاص. عايزة أقول لكم ده كان الفرش ده الشهر اللي فات، كان في شهر 11 مع التنضيف العميق ده، كنت باعمل فوق الدولاب وتحت السرير وكل حاجة. لكن بقى الفرش الجديد بتاع رمضان قُلت إن شاء الله أخلّيها أحلى، يعني المرّة الجاية كده في فيديوهات قبل رمضان أوريكم بقى بعد الفرش النهائي، ما كنت فرشت الشتوي بقى وحطيت زينة رمضان وكده، إن شاء الله قريب. بُص، بعد كده دخلت تاني يوم على الأوضة التانية، يعني أنا كنت خلّصت اليوم ده أوضة النوم بس وما عملتش حاجة تاني. دخلت بقى تاني يوم على غرفة الأطفال، برضه باعمل نفس الكلام. يعني ما باحاولش إني أنا أبوّظ الدنيا عندي في الشقة كلّها علشان يعني ما احتسش وفي الآخر أبقى محتاجة حد ييجي يساعدني، لأ. مسكت تاني يوم أوضة الأطفال، أول حاجة شفّطت أهو، باوريكم إن أنا باشفّط، مش يعني مش بانفّض كده الشباك واخلّي التراب يدخل على الأوضة بتاعتي لأ. وبعد أمّا أنا بدأت أشفّطه كويس، بامسك هنا بقى المساحة دي، المساحة دي كنت جايباها ب100 جنيه حلوة أوي، تعملي بقى الحيطان، الشبابيك، حلو أوي. ممكن برضه تجيبي المساحة اللي هي اللي معاها الموب بتاعها، زي ماركة الخلود حلوة جدًا بس بيبقى غالي شوية. رنين منزّل الأيام اللي فاتت المساحة زي دي بالجردل بتاعها ب200 جنيه، بس الله أعلم الخامة بتاعته كويسة والّا لأ، لو حد جرّبها قولوا لنا في التعليقات. بس باعمل هنا بقى كده الألمونتال نفسه، والمِجرب برضه بامشّي فيه فوطة، باغسله كده علشان يبقى نضيف وفُلّة، وبرضه الحبال بامشّي عليها الفوطة وبتبقى كده تمام. بعد كده بابدأ بقى الأوضة بامسك حاجة فيها حاجة، بامسك السراير الخشب بتاعها ألمّعه، وبعد كده الكومود والمكتب واشوف أي حاجة عايزة تتنضف أنضّفها. طَب أنا قُلت لِك لو أنتِ عندِك المرتبة فيها بُقع مشّي عليها الصابونة بريحة الأول، وبعد كده بمَيّة سخنة حُطّي فيها فوطة، وحُطّي بديل اللي هو البريكس بتاع بديل كريوكس الألوان وديتول وادعكيها. طب لو أنتِ عندِك أكياس المخدات بتاعة السراير ريحتها مش حلوة أو مصفرة مبقعة، تغسليها إزاي؟ لو أنتِ عندِك بانيو حطي فيه مَيّة سخنة وحطي كربوناتو وكمان مسحوق الغسيل بتاعِك وكلور ألوان، وحطي فيها المخدة ونقعيها بقى مثلًا يوم، وتعالي آخر اليوم ابدئي إن أنتِ اغسليها كويس. لو ما عندكيش بانيو والغسالة بتاعتِك الحوض بتاعها كبير، يعني مثلًا 10 كيلو، 11 كيلو، ياخد معاكِ، ابدئي إن أنتِ انقعيها في الغسالة. أنا عندي بانقعها في الغسالة وبتبقى تحفة. أنا عندي برضه بانيو، بس أنا باحب أحطها في الغسالة أكتر. باشغّل الغسالة على مَيّة سخنة وباحط كلور اللي هو البريكس كلور أبيض، وباحط المسحوق بتاعي اللي هو أوكسي نسيم الشرق، وكمان باحط حبة كربوناتو. عايزة أقول لكم تحفة، بيخلّي الcover نفسه بتاع المخدات والخداديات يرجع تاني أبيض، والبُقع الصفرا تروح. وممكن برضه تزوّدي حبة خَل، يعني خَل مع الكربونات ومع المسحوق، وبعديها تعمليها بالكلور تحفة أوي. وفي آخر حاجة في الشطف بتاع المخدات حُطّي بقى من الدوني وسيبيها يومين كده في الشمس في التهوية علشان تنشف معاكِ وتتعقّم، بتبقى ريحة ونضافة فُلّة. بس ده اللي أنا باعمله مع المخدات أو مع المرتبة أو مع الحاجة اللي فيها بُقع عامةً. مسكت بقى هنا الدولاب عندي، الأرفف اللي جنب الدولاب، بدأت إن أنا أعملها. وقبل ما أبدأ في الشقة أنا كنت مخلّصة كل حاجة من الداخل، يعني الأدراج،
طلّعت الحاجات اللي أنا مش محتاجاها والكركبة اتخلّصت منها. الدواليب نفسها برضه طبّقته، كنت ساعتها قبليها أنا كنت مطلّعة الشتوي، فكان الدولاب الحمد لله يعني نوعًا ما مترتّب، بس برضه رتّبت كل حاجة تانية عايزة تترتّب. لو في مفارش في الدواليب عايزة تتغسل، اغسليها. يعني أهم حاجة قبل ما تعملي الشقة من برّه، خلّصيها من جوّه، كنيش، كدواليب، أدراج، الحاجات دي، بتوفّر معاكِ مجهود جدًا. يعني مجرّد ما مثلًا الأوضة دي أنا دخلتها في اليوم ده، ما عملتش أي حاجة من جوّه، لأ أنا كنت عاملة الكومود وعاملة الدولاب، بدأت من برّه بس، اللي هو تنضيف كده وتلميع وفرش. بس هنا بقى كنت خلاص بافرش السراير، وفرشت برضه مفارش الكومود والمكتب، وبس كده. أنتم بقى بدأتوا تنضيفات عميقة والّا لسه؟ يعني إن شاء الله حاولوا إن أنتم الأيام دي تبدأوا تعملوا التنضيفات العميقة اللي هي فوق الدواليب، تحت السراير، المطبخ من جوّه، لو مش مترتب ابدئي رتبيه. أكتر حاجة في رمضان بتريحِك نفسيًا هي المطبخ، يكون مترتب وما فيهوش كركبة، وتكوني مخلّصة كل الحاجات التنضيفات العميقة. فحاولوا اعملوها من دلوقتي. بُصّوا بقى، ده كان بعد ما فرشت بكام يوم، وقُلت إن أنا ما كنتش كمّلت معاكم تصوير، ولا جِبت معاكم الصالة برّه وأنا باعملها. بُصّوا كانت فترة تعبانة فيها أوي فما قدرتش. بس إن شاء الله، إن شاء الله الأيام الجاية هابقى أعمل معاكم روتينات قبل رمضان، وفرش زينة رمضان وحاجات حلوة كده، برضه علشان تكمّل تشجيع ليكم. وفي نفس الوقت يعني فيديوهات رمضان وزينة رمضان بتكون مبهجة أوي. ربنا كده يا رب يعُم الفرحة علينا جميعًا، وتكون كلّها أيام حلوة، واللي زعلان ربنا يفرّحه ويجبر بخاطره، واللي نِفْسه في حاجة ربنا يدّيه. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة، فأنا هازعل أوي، أوي، أوي لو أنتم لسه مش مشتركين. كبّروا قناة أختكم بإن أنتم تشتركوا وتحطّوا لايك وتحطّوا لي كومنت حلو منّكم. هنا بقى كنت خلاص الشقة كلّها كانت خلصت، وكنت بدأت بقى إن أنا أجيب طماطم وأفرّزها وأعمل حبّة حاجات. وإن شاء الله برضه محضّرة لكم فيديو حلو أوي لتفريزات وتحضيرات رمضان، هتسهّل عليكم أوي، أوي من أيام رمضان. يالّا، لسه لو ما حطيتيش لايك حطّي لايك واشتركي في القناة، ونتقابل في فيديو جاي جديد. شكرًا ليكم وشكرًا للمتابعة. باي باي.